كان واقف قدام عربيته ببدلته السوداء الفخمة ونضاراته الشمسية. كان بيراقبها بصمت تام لحد ما قربت عليه بنت هدومها باين عليها إن هي قديمة وشعرها البني المربوط. مناديل يا بيه؟ أنا هاخد منك المناديل كلها لكن بشرط. إيه هو الشرط؟ هاخد منك المناديل وهعدي عليكي بكرة في نفس الوقت اخد المناديل واقولك على الشرط. طيب حضرتك اسمك إيه؟ إياد التهامي. هو أخد منها المناديل واداها فلوس كتير، وقبل ما تتكلم ركب عربيته بهدوء وانطلق بيها. والبنت كان اسمها دارين. دارين لنفسها هي يا ترى عايز مني ايه وايه الفلوس دي كلها. اما في مكان شبه مهجور، النهار طالع لكن للأسف سكون الليل مغطي على المكان. داخل مصنع قديم كان قاعد بشموخ وعيونه بتطلع شرار وشر. بقى انت يا زبالة بتسلمنا تسليم اهالي؟ اما الشاب اللي كان واقف وشه مليان دم ومش قادر يقف. والله يا باشا ما قلت حاجة، والله يا باشا كل الحكاية ان هم قالوا لي ميعاد التسليم امتى، قلت لهم ميعاد التسليم غلط. والله يا باشا صدقني. مصدقك. عارف اللي بيخون كرم التهامي بيتعمل فيه ايه؟ والله يا باشا انا اسف، بس انا ما قلتش حاجة والله يا باشا صدقني. طلع كرم من جيبه مسدس وسلمه في ايده. كرم بشر: خلص على نفسك علشان ما خلص انا على مراتك وعيالك. وخرج كرم ورجالته وراه. سمع صوت طلق النار. كرم بابتسامة شيطانية: هي الفاتحة يا رجالة. ركب عربيته وراه في العربيات التانية رجالته، ودخل الليل بسكونه ورعبه. وفي مكان صحراوي واقف إياد بهبته وغروره اللي ما يليقش غير بيه. أما عيونه كانت بتراقب بصمت وملامحه كانت حادة. ووصلت عربية سودا ووراها عربية من نفس اللون. نزل منها شخص في أوائل الأربعينيات من عمره. أهلا يا يبي، الفلوس جاهزة؟ أهلا يا نادر، انت بضاعتك جاهزة؟ طول عمرنا جاهزين يا باشا. يبقى تمام. أما رجالة نادر طلعوا شنطتين كبار اتفتحوا جواهم كان أسلحة كتير جدا. وإياد سلموا الفلوس وأخد منه البضاعة وابتسم ابتسامة باردة وركب عربيته ورجالته كانوا وراه. أما في قصر التهامي في مكتب مراد، قال مراد: وصل البطل. عملت ايه يا اياد؟ تمام يا بابا، كل حاجة تمت بنجاح. عاش عليك. بكرة بقى تيجي الشركة لأن في مناقصة ضرورية جدا لازم تتم مع شركة الصالح. تمام يا بابا. رد كارم وقال: إياد ما تنساش العملية بتاعت بكرة، هتحصل كده في نص الليل. رد قاسم وقال: وخلي بالك لازم تتم في سرية تامة، وكمان البوليس حاططنا اليومين دول في دماغه. فقال عاصم: أنا من رأيي يا جماعة إن إحنا نأجل شوية لأن البوليس بقى بيفتش ومش سايب حد في حاله. رد فارس وقال: فعلا يا جماعة كلام عاصم صح. فقال جمال: تمام نأجل شوية. وتاني يوم كانت قاعدة بعلب المناديل وعيونها بتدور وقلبها مقبوض مش عارفة ليه. دارين لنفسها: هو كان بيضحك عليا ولا ايه؟ وفاقت على صوت فرملة عربية، لقيته هو نازل من عربيته بهبته وغروره المعتاد. قامت وقفت وعيونها كانت مليانة خوف. إياد بصوت مرعب: ها، موافقة على الشرط؟ طيب هو أنا ممكن أعرفه الأول؟ هو إجباري، يعني مش من حقك تختاري. دارين وهي بتبلع ريقها: طب هو إيه؟ تتجوزيني. دارين بصدمة: هو انت متخلف؟ انت اصلا تتجوز واحدة شبهي ازاي؟ وكمان انت لسه شايفني امبارح. اياد بغضب وصوت جهوري: مين المتخلف يا جربوعة؟ انت هتتجوزيني فترة مش طويلة. دارين بدموع: طيب واشمعنى انا يعني؟ حظك بقى انك انت تيجي تحت عيني. طيب انا مش عايزة، انا عندي اخواتي بصرف عليهم، ارجوك شوف بنت تانية. لا انت ومش عايز بنت تانية، هتيجي برضاكي او غصب عنك. دارين بدموع: انا مش هينفع، انا عندي اخواتي. اما اياد دخلها بالعربية غصب عنها. اما في قصر التهامي وتحديدا في الصالون، هالة: ما تعرفيش مراد كان عايز اياد في ايه؟ بقاله يومين بياخدوا مكتبه. ردت فريدة وقالت:
لا معرفش، بس أول مرة كان متعصب جدا. شكلي كده يا فريدة في مصيبة هتحصل. ونزلت لورا بملابسها القصيرة والميك اب الأوفر اللي كان في وشها. مامي أنا خارجة، ردت فريدة وقالت تمام. وخرجت لورا وركبت عربيتها وانطلقت بيها. وفي الشركة صوت كان عالي مالي المكان. عاصم بنرفزة: انت مجنون؟ جاي تهددني في مكتبي؟ انت ناسي انا مين ولا ايه؟ الراجل واسمه عيسى المحمدي، أيوة هو اللي جه في بالكم، أخو فريدة. عيسى. لا، وانا هددك ليه؟ انا بنورك بس. رد عليه عاصم وقال: هيطلع بره بدل ما اطلب لك الامن. أما فارس دخل ووراه جمال ومراد وقاسم. قال فارس: في ايه يا عاصم؟ قال مراد: ايه اللي جابك هنا يا عيسى؟ عاصم بغضب: جاي يهددني، لو ما سيبنالوش المناقصة هيسحب الأسهم اللي في شركتنا. مراد بغضب: انت مجنون ولا ايه يا عيسى؟ طيب تمام، المناقصة هتبقى معانا، ووريني هتقدر تعمل ايه يا عيسى. عيسى ببرود: تمام، وانا صدقوني مش هرحمكم، وهاخد منكم المناقصات اللي جاية والصفقات اللي جاية كلها. سلام يا مراد. وخرج عيسى ونظراته كانت بتطلع شرار وبتوعد ليهم. قاسم بصوت عالي: كل واحد على شغله. أما في مكان تاني أول مرة نروحه كان قاعد على الكنبة بيسمع بملل. روز بعصبية: كارم رد عليا. هرد اقولك ايه يا روز؟ مش ناوي تقول لعيلتك على جوازنا؟ كارم بتنهيدة وعصبية: روز انا قلتلك كذا مرة ما تفتحيش الموضوع ده تاني. ازاي يعني يا كارم؟ بقالنا أكتر من 7 شهور متجوزين، والأغرب إن ما حصلش حمل. أظن إني قلتلك إن دلوقتي في مشاكل كتير بيننا وبين أبوكي، صح؟ روز بدموع: هو أنا ذنبي إيه؟ ذنبي إيه إن أنا أشوفك كل أسبوع مرة، وكمان ساعة أو ساعتين، وكمان أنا عايزة أروح للدكتور، اتصرف. كارم بعصبية: اوعي تفتكري تروحي للدكتور، أنا بقولك أهو، خلي الموضوع ده يجي واحدة واحدة. وكمان اهدي، أنا قاعد معاكي أهو يا روزي يا قمر. روز بزعل: حاضر يا حبيبي. وكانت قاعدة ودموعها بتنزل بغزارة. كان بكتابها تم، بس هي لسه مصدومة. حياتها في ثواني اتقلبت رأسا على عقب. المأذون مشي والشهود كمان. إياب ببرود: مبروك يا عروسة. دارين بدموع: حضرتك نفذت اللي في دماغك. طيب لازم أعرف ليه اتجوزتني. إياد بهدوء: لازم تعرفي إني اتجوزتك مش حبا فيكي، مش حبا فيكي ولا حاجة. الموضوع كله إني أكبر شباب العيلة وكنت عايزة اتجوز. دارين بانهيار: هو ليه أنا بالذات؟ ما عندك بنات كتير حلوين. إياد لنفسه: علشان تنفعي لأول مهمة لينا. وكمل بصوت مسموع: ما يخصكيش، تمام؟ طيب عايزة أطمن على أخواتي أرجوك. انتي ما عندكيش اخوات أصلا، كل اللي أعرفه عنك إنك تربيتي يتيمة. دول أصحابي بس بعتبرهم أكتر من إخواتي. بصي بقى، أحسن لك تنسيهم. كانت واقفة مع صديقتها في الكلية وبتضحك برقة. قرب عليها وعيونه كانت بتطلع شرار. انتي واقفة كده ليه يا هانم؟ آية بارتباك وصدمة: فارس فارس بغيرة: انتي أكيد اتجننتي، واقفة تضحكي وتتميي قدام الشباب. آية والدموع تجمعت في عيونها: أنا بس. وقطعها بحزم: اتفضلي قدامي يا هانم. ومشيت وراسها في الأرض ودموعها كانت بتنزل في هدوء. أما في القصر دخل وملامحه باردة، أما هي كانت بترتعش من الخوف. فريدة بقرف: مين البنت دي يا إياد؟ إياد بجمود: مراتي. هالة بصدمة: مراتك إزاي؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ إياد بعصبية: انتي بتعلي صوتك ليه؟ وكمان انتي مالك؟ الزمي حدودك يا مرات عمي. ردت فريدة: كلمني أنا هنا، أنت إزاي اتجوزته من غير رأينا؟ إياد ببرود: أنا مش صغير يا فريدة هانم، أنا إياد التهامي، فاهمة يعني إيه؟ أما إياد سحب دارين بعصبية من إيديها لدرجة إن إيديها احمرت. وفي الليل وسكونه في ملهى ليلي:
كانت واقفة بملابسها الضيقة والقصيرة وبترقص بسكر وضحك وهستيريا، وقرب منها شاب ولسه هيلمسها، لا ايد بتشيل ايده وملامحه كانت حادة وعيونه كانت غضبانة. نزل ايدك يا حيوان. هي بسكر وبتضحك. كارم سيبني يا كارم، ما تخوفنيش. أما كارم نزل ضرب في الشاب، وبعدها شدها بقوة من دراعها، زقها في العربية بقوة، وركب جنبها وملامحه كانت غضبانة وعيونه كانت مثبتة على الطريق، ووصل بيها القصر ونزلها وهو ماسك شعرها بقسوة. كارم بقسوة. ما اسمعش حسك يا لورا، ولو قسما بالله لدفنك حية. ودخل بيها اوضته ودموعها كانت بتنزل. كارم بغضب. هو انت ايه بالظبط؟ عايزة ايه؟ عايزة تتهاني وتضربي زي البهايم؟ ايه الاماكن القذرة اللي بتروحي فيها دي؟ ردي يا لورا، لاني خلاص بقيت على اخري منك. لورا بدموع. ما انت بتروح وبتعرف بنات اشكال والوان، جت عليا بقى. انا ما حدش حاسس بيا في البيت ده، كل واحد همه الفلوس والشغل، انا فين في ده كله؟ كارم بسخرية. مش انتي لوحدك، ما هي موجودة معاكي. حد منهم بيعمل القذارة دي غيرك انتي؟ لورا بضحكة. عندك حق والله، انا ما عنديش حضن اترمي فيه. ماما همها الفلوس ومظهرها قدام الناس، هو انا ما لقيتش اللي يوجهني للصح. اما اخواتك طنط داليا معاهم على طول، شفت بقى فين الفرق؟ وغير كده انا وما كملتهاش. اما كارم قلبه وجعه ونزل لمستواها وحضنها بحنية وطبطب على ظهرها. اما هي انهارت في حضنه، قلبها بيوجعها، ليه ما يقولهاش ليه؟ اما هنا كارم بعد عنها وقال: لورا جهزي نفسك، بكرة انا هتجوزك. لورا بصدمة. تتجوزني؟ ليه؟ كارم بجمود. بلاش السبب دلوقتي. وسابها وخرج وهي مسكت قلبها اللي كان بيدق بعنف. وتاني يوم صحيت من نومها، بصت للي كان نايم جنبها بحزن وتوهان، ملامحه كانت جامدة حتى وهو نايم. ودخلت الحمام اتوضت وصلت فرضها، كان هو صحي وسرحان فيها. إياب ببرود: جهزي الحمام. دارين بطاعة: حاضر. ودخلت دارين بحزن وضيق منه ومن بروده معاها، وفعلا أخد شاور ولبس وهي كمان، ونزلوا لتحت. الكل كان متجمع والجو كان هادي. قال مراد: العروسة صح يا ياد؟ يا مربي هي. قاسم بتفكير وهو بيميل على مراد بتساؤل: هي دي هتنفع يا مراد؟ هتنفع شوية ميك اب في الوش، وكمان البنت قمر وهتتباع بسهولة، وغير كده العملية هتتم من غير ما ندفع جنيه. رد قاسم: ايه اللي تشوفه؟ جمال بحنية مزيفة. اقعدي يا بنتي اقعدي. وقعدت دارين وهي بتفرك في ايديها بتوتر. لورا بصدمة: ازاي ابي اياد اتجوز وانا معرفش؟ كارم بنظر السخرية: انتي كنتي فاضية، وغير كده محدش كان يعرف، لسه متفاجئين امبارح. فريدة بقرف: وهو عرفنا، استفدنا حاجة؟ اما اياد بصلها بنظرة حادة وقاسية، ما يهموش ان هي امه اصلا. وخلصوا وكل واحد اتجه على شغله، حتى اياد مهتمش ليها وخرج. ووصلوا الشركة بهيبتهم وجبروتهم اللي بيخوفوا بيه الكبير قبل صغير، ومين ما يخافش من رجالة التهامي. دخلوا غرفة الاجتماع الخاصة بيهم. قال جمال: البنت شكلها هتنفع يا اياد. اياد ببرود وغرور: علشان كده انا جبتها. قال مراد: بس انا حاسس بشعور غريب، مش عارف، شعوري بيقولي ان في حاجة وحشة هتحصل يا فارس. قال فارس: في ايه يا عمي؟ انت هتحن ولا ايه؟ شغلنا مفيش فيه قلب رهيف. مراد بجمود: انا مراد التهامي، قلبي رهيف واظبط كده يالا. كارم بجمود: عم مراد انا بطلب ايد لورا منك، وهتجوزها على طول النهارده.
أما الكل اتفاجئ من الخبر. مراد بترحيب للموضوع: هو أنا موافق جدا، بس ليه الاستعجال ده؟ عادي يا عمي، أنا مش ضامن نفسي. تمام، بعد ما نروح نكتب الكتاب. وما تنساش مش هيبقى فيه فرح لأن أعدائنا مالين الدنيا. رد جمال وقال: عنده حق يا مراد. خلاص ماشي تمام. هو عدى اليوم على أبطالنا، وكارم ولورا كتبوا الكتاب. فريدة بغضب: هو أنا ماليش رأي في البيت ده؟ مراد بحدة: اتكتم يا فريدة أحسن لك. أما فريدة سكتت بغيظ. أما فوق في أوضة إياد دارين ببراءة: إياد. وبصلها إياد باستغراب. نعم. دارين بتوتر: ممكن أبقى أروح أطمن على البنات اللي كانوا معايا في الشارع بعد إذنك؟ تمام يا دارين، نبقى نروح بكرة. شكرا، بس أنت هتيجي معايا؟ أكيد طبعا، هو أنا هسيبك لوحدك يعني ولا إيه؟ لا مش قصدي. تصبح على خير. واتجنبته وخافت لا يتعصب عليها. إياد ابتسم. دارين بمشاكسة: شفتك وانت بتضحك على فكرة. وأخفى ابتسامته بسرعة واتمدد جنبها على السرير. أما في أوضة لورا وكارم: لورا، تنسي الكلام الفارغ والقذارة اللي كنت بتعمليها، تمام؟ لورا بحزن: أكيد يا كارم. تمام يا لورا. لورا بكسوف: كارم، كل اللي حابة أقوله لك إني بحترمك وبحبك يا كارم. كارم بصدمة: بتحبيني؟ يا كارم، بحبك وبموت فيك كمان، مع إنك طول عمرك بتعاملني وحش، بس أنا بحبك. وهنا كارم حس إن الغشاوة اتشالت والقسوة اتشالت وقلبه كمان اتملأ بالفرح والحب. أمال أنا اتجوزتك على أساس إيه؟ عمري ما هتجوز بنت مش بحبها. أنا كمان بحبك ومن قلبي. بحبك يا قلب كارم، وبخاف عليكي من الهوا الطاير كمان. وتاني يوم الصبح في عربية إياد كان بيسوق وجنبه دارين. وصلوا مكان يشبه خرابة وفيها أطفال. أول ما شافوهم جريوا عليها بحب ولهفة: دارين، انتي كنتي فين؟ دورنا عليكي كتير. ودول شوية بنات اللي كانت اتربت معاهم في الشارع. ردت بنت تانية وقالت: وحشتينا قوي يا دارين. أما دارين نزلت وحضنتهم بحب وسعادة. أما إياد كان واقف بيبص عليها وعلى ضحكتها اللي سحرته. حس إن قلبه بيدق وعنده شعور حلو جدا بداخل قلبه. أما دارين كانت بتلعب معاهم وبتضحك وتجري وهم مسكوها، وفجأة وهي بتجري لقت نفسها في حضنه. سرح فيها وفي عيونها اللمعة اللي مليانة شقاوة ومرح وحزن وألم. أما دارين اتعلقت بيه وسرحت في ملامحه الوسيمة الحادة. قربت بينها بنت من البنات وقالت: نحن هنا. وسابها إياد وهي ارتبكت بشدة. أما إياد ابتسم على ارتباكها وكسوفها. قالت دارين: أنا همشي دلوقتي وهرجع ليكم بكرة. لا خليكي معانا. لا مش هينفع، بكرة هجيلكم وأوعدكم إن أنا هيكون معايا هدايا كتير قوي، وأوعدكم إن أنا كمان إن انتوا هتعيشوا معايا في مكان أفضل من ده. وودعوها ومشيت مع إياد. وعدى شهرين وإياد كان بيقرب من دارين، وهكذا لورا وكارم. أما فارس كان قاسي جدا مع آية. وجودي كانت سافرت بسبب كليتها، وعاصم كمان في شغله. أما بالليل في مكتب مراد في القصر، قال مراد: يعني إيه مش هتسلمها؟ لا يا بابا، دي مراتي. دلوقتي مراتك انت وقعت ولا ايه؟ بابا انا مش هبيعها ولا هسلمها لشريف. يعني شريف كده مش هيديلنا البضاعة؟ هي صفقة البنات دي طالعة امتى؟ بكرة بالليل. خلاص محلولة، هنقابله ونقوله ان البنت ما توفرتش. تمام ماشي، بس انت كده بتخسرنا كتير. مش هبيع مراتي ام ابني يا بابا. مراد بصدمة: حامل ازاي؟ ما كانتش بتاخد الدواء؟ كانت بتاخده، لكن ربنا عايز كده. وفجأة سمعوا صوت عالي من بره. طلعوا بسرعة لقوا جمال ماسك هالة من شعرها بقوة. قال قاسم: في ايه يا جمال؟ بنت الكلب دي بتسرق معلوماتنا وبتديها ومستنداتنا لشريف، وكانوا ناويين لينا على غدر.
مراد بغضب: انت اكيد اتجننتي، بتنقلي اخبارنا احنا. هالة بدموع: غلطة مش هتتكرر، شعري ابوس ايدك. وزقها بقوة ووقعت على الارض. قال جمال: لمي هدومك وتسافري بره، تسافري بره البلد، مش عايزة اشوف وشك. هالة بصدمة: انت بتقول ايه؟ هتطلقني؟ روحي وانت طالق، واحمدي ربنا اني ما قتلتكيش. اما قاسم خد جمال ومراد للمكتب، وفريدة اخدت هالة. وقالت داليا: لا حول ولا قوة الا بالله، تعالوا يا بنات ناموا يلا. وطلعوا البنات معاها وهي حضناهم. وتاني يوم صحيت داليا: قاسم، هي قاسم. نعم يا داليا. قوم خلي اخوك ما يمشيش هالة، هتروح فين برا البلد؟ هتروح فين برا مصر طيب؟ اما قاسم اتعدل من نومته وقال: ملكيش دعوة يا داليا، هي غلطت وهتاخد جزائها. مش بالطريقة دي طيب، جودي جاية النهاردة خطوبتها على عاصم. ازاي يا قاسم تعمل كده من غير ما تقول لها؟ قلت لها من الاسبوع اللي فات وما كانتش موافقة، بس انا خليتها توافق، اصل فلوسنا مش هتطلع برانا. وكمان ايه، مش عايزة اقولك، آية كمان هتتخطب لفارس، لازم. طب ازاي؟ دي امها لسه متطلقة. ملناش دعوة. ازاي ده؟ زي الناس. والليل دخل وجودي وآية في الأوضة. دخلت دارين: مالكم مش مبسوطين ليه؟ قالت جودي: هما مش بيحبونا يا دارين. قالت آية: فارس على طول بيعاملني بجفاء، بس صدقيني لو مش بيحبك مش هيخطبك. مش عارفة. وكل واحد دخل أخد عروسته، وبدأت فقرات حفلة الخطوبة. فارس كان كل شوية يبصلها بحدة، وشوية بحب، وشوية بحزم. أما عاصم كان مفتقدها من شهرين، دول كانوا متعودين يشوفوا بعض كل يوم، وكان بيبصها بهيام. قال عاصم: انا بحبك يا جودي، صدقيني. جودي بخجل: بجد يا عاصم؟ بجد يا قلب عاصم. طيب تعرفي، انا مش زعلان ابدا على ان ماما مشيت، على قد ما انا فرحان بيكي. ماما كان همها نفسها وبس، عمرها ما فكرت في حد فينا. جودي بحزن: معلش يا عاصم. وفجأة صوت سويت دارين ملى المكان بعد ما رصاصة جت في إياد. الكل اتلم، وفريدة فضلت تصوت، ولورا حضنت كارم وفضلت تعيط بحرقة. أما دارين: إياد، فوق يا حبيبي، فوق يا قلبي، حد يطلب الإسعاف بسرعة. أما مراد كان واقف مصدوم جدا، والإسعاف جت وخدته على المستشفى. الكل كان واقف في المستشفى قدام غرفة العمليات، ودارين كانت بتعيط وقلبها موجوع. وبعد ساعات خرج الدكتور وعلامات الحزن على وشه. قالت دارين: أخبار إياد إيه يا دكتور؟ البقاء لله. الجملة وقعت زي الصاعقة على ودانهم. دارين فضلت تصوت وتعيط وتنادي باسمه بهستيريا. وفريدة ولورا وداليا اللي كانت بدأت عليهم مش بس علامات الحزن، الوجع. وآية وجود دموعهم بقت بتنزل بغزارة. أما الرجالة كانت مصدومة، مفيش رد فعل. وبدأت تجهيزات الدفن، وخلصت الدفنة والكل كان بيصوت والبكاء كان مالي المكان. وقعدت دارين قدام القبر بكل وجع ودموع، قلبها كان مكسور. وقالت: مت وسبتني، سبت حبيبتك، سبتني يا اياد، قلبي وجعني قوي، انا عشقتك وانت سبتني. يا قلبي، عمري. انا هحكي لمين يا اياد؟ هحكي لمننا عنك ايه يا عمري؟ مش هنساك يا حبيب قلبي، يا حبيب روحي. اما مراد حس اللي كان بيعمله غلط، اترد في ابنه، قلبه اتحرق. قرر من وقتها ان هو يوقف كل حاجة ويخرج صدقات على ابنه يكفر فيها عن ذنوبه. دموعه نزلت منه، والدفنة خلصت والكل روح ما عدا دارين ولورا وجودي وآية. وقالت دارين: انا مش قادرة اسيبك يا حبيبي وامشي، انا مش عايزة اروح عليك، مش في البيت يا عيد.
زعقلي يا اياد زي ما كنت بتزعلي. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. ليه كده يا رب؟ اللهم لا اعتراض. سلام يا حبيبي. وقومتها لورا بدموع وقلب مجروح ومكسور. أما دارين باست القبر وخرجت ودموعها ما جفتش. والنهاية، ويا حبايب قلبي، حابة أقول لكم بشكر الكاتبة الجميلة الكتكوتة العسولة الأمورة، حبيبة قلبي من جوه المبدعة، صاحبة القصة الجميلة اللي دايما إن شاء الله هتشاركنا في كتاباتها الجميلة، لميس السيد. وبنقول لها شكرا على القصة الجميلة القمر دي، ومنتظرين منك كتابات كتير. وما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وباي باي.